مازلنا مواصلين معكم. نعطيكم رقم التليفون حتى تصلوا بنا وقت اللي تحبوا. رقمنا هو 70 944 955 مع إضافة 00216 لكل من يود الاتصال بنا من خارج تونس. وصلت الأضواء الآن على إحدى الجمعيات اللي هي جمعية التعاون الخيري اللي عندها بعد تضامني واجتماعي، وحاضر معنا اليوم رئيس الجمعية سي نجيب القربي. صباح النور. صباح الخير. شحوالك لاباس؟ الحمد لله بارك الله فيك. عايشك. هي اسمها جمعية التعاون الخيري، معناها فيها تعاون ومساعدة وفيها خير. الجمعية هذه أنا ما سمعتش بها قبل 14 جون، في وين كانت؟ كانت موجودة موجودة وغير موجودة. هي اسمها لا موجودة وإن شاء الله موجودة، أما موجودة مدة شوية قبل. هي اسمها الاسم الكامل جمعية التعاون والتواصل الاجتماعي. أي؟ والاسم القصير هو التعاون. والشاب اللي حلنا الصفحة في الفيسبوك سماها جمعية التعاون الخيرية واخذت الاسم هذا، فهي المعروفة بجمعية التعاون. جمعية التعاون تبعثت في 4 سبتمبر 2010. يعني عيد ميلادها كان نهار الأحد اللي فات. اي بيكو تنجم تعمل عيد ميلاد نهار الأحد اللي فات. لا احنا اذا فترة قصيرة قبل الثورة، تقريبا 4 شهور و10 ايام قبل الثورة. اي. وبدات تعمل في عمل يعني بشويه بشويه بسيط. الاهداف نتاعها هي عامه، يعني الرعايه والعنايه والاحاطه بالفئات الاجتماعيه ذات الخصوصيه. نعم. يعني كل شيء، كل انواع الخير. لكن احنا لما بدينا نخدموا شفنا كونه اذا كان ما نحدوش ما شاء الله يعني الحاجه موجوده برشا برشا، فلازمنا نحدوا شنو هي الاولويات، شنو هي المحاور. معناها سي نجيب انتم الناس اللي دون المتوسط او تحت خط الفقر هذوكم اللي تهتموا بهم. نعم. ولكن تبين انه الاحصائيات اللي مدونا بها النظام السابق هي احصائيات مخطوئه. نعم. مغلوطه، سامحني، مغلوطه، خاطئه، وانه نسبه الفقر تفوت 22%، توصل حتى تقريبا 25%. يعني عندكم دور كبير ياسر. خلينا احنا ناخذوا فكره على شكون تحديدا العائلات، او ناخذوا امثله على بعض العائلات اللي الجمعيه هذه تمد لهم يد المساعده وتحاول تاطرهم وتخرجهم من شو نقولوا تحت الصفر. طلع شويه، تحاول تعاون شوي باش نشوفوا ونرجعوا نواصلوا الحديث نتاعنا. هات ناخذوا فكره ثم نعود. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. صدق الله العظيم. جمعية التعاون الخيرية اسم على مسمى، وهي من الجمعيات التي تأسست لأجل مساعدة الإنسانية والاهتمام بوضعيات اجتماعية تستوجب النظر إليها والتدخل لمساعدتها. الثورة التونسية دعمت ثقافة التعاون وأسست سبل التكافل وأعطت معنى التضامن الصحيح. عندما نرى مثل هذا النشاط الذي يترجم معنى الوطنية ويؤكد أن الإنسانية أنبل صفة يتسم بها الإنسان عندما يطبق معناها. لو كنت تفسرنا شنو نشاط الجمعية هذه وشنو هدفها؟ الجمعية هي جمعية خيرية بعثت للقيام برعاية العائلات المعوزة والأيتام والأرامل، وتقوم بحملات موسمية مثل الأعياد دخول المدرسة. الجمعية هي فرع من جمعية التعاون الخيرية اللي هي المقر متاعها في تونس، والمؤسس متاعها هو الأخ نجيب القروي. وتم تو على نطاق الجمهورية كاملة بعث حوالي 10 فروع في كامل مناطق الجمهورية. طبعا هي جمعية خيرية تقوم بإعانة المعوز، سواء أرملة وإلا يتيم، بالمناسبات الدينية.
رجعنا لكم. هذه فكرة تقريب ربما بعض المشاهد اللي ساعات واحد ما يحبش يشوفها الصباح، ولكن هي واقع ويلزمنا نشوفوها من شيرة، من جانب حتى نحمدوا ربي برشا، من جانب آخر حتى نعملوا مقارنة بين اللي احنا فيه وبين اللي شفناه، ومن جانب آخر أنه نقولوا يلزم الجمعيات تتحرك، يلزم كل إنسان موجود في المجتمع هذايا وينجم يقدم يد المساعدة، راهو واجب ماهوش مزية. هذوما اللي كنا نشوفوا فيهم سي نجيب تقريبا فنا مناطق هذوما توا اللي شفتوهم موجودين بين سوسة والبورة قلعة كبيرة وقابس والمطوية. احنا هذايا ملف عملناه تاع 5 ديار كانطلاق في موضوع الديار. احنا قبل ما تكون الجمعيه كانوا كافراد ثم عوضنا اكواخ، بعض الاكواخ في جهه نفيضه ما تنجموش تصوروا اللي مقابل المطار اللي كان يسمى مطار زين العابدين بن علي، مقابله من الجهه الاخرى ثم ميزيريا كبيره في بلاصه اسمها الصفحه وقع عمل فيها. ف جاء زار كيفاش يشوفها معناها؟ لا احنا قلنا كل شيء مريقل. نشوفهم احنا ما نحبوش نشوفوهم المشاهد هذوما معناها، حتى لو كان جاي البرنامج في العشيه ما نحبوش نشوفوا بالكل معناها. التونسي يحس على خوه التونسي وقت اللي يشوف هكاكا ويحس اللي هو ما نجم يعمل حتى شيء مؤلمه جدا. وهو كذا ولازمنا نشوفوهم، خاطر وقت واحد ما يشوفش ينجم يطمن روحه، وقت اللي يشوفهم هو اللي قدام مسؤوليته، يعرف اللي ثم شيء يلزموا يعملوا. ونداه هنا لكل من يحب يساهم. احنا ثماش كان جمعيه التعاون، التعاون كانت تقريبا من نوعها هي وحدها قبل الثوره، كان ما شاء الله تو مئات قداش من عائله قصدتكم، قداش من شخص جاكم قال لكم راني ما عنديش خدمه، ما عنديش مورد رزق، عندي برشا صغار، كيفاش نعيش؟ قداش؟ مئات اللي يوصلوا جمعيتها، وللجمعيات الاخرين كذلك. ماش يعني تو المناظر اللي شفناها هذه نتاع الديار فما ما اشهر منها برشا. احنا شفنا في معتمديه فرنانه مثلا في عين دراهم، الشيء اللي عديتوه انتم قبل كذلك. يعني ثم مشى وما يزز المخلوق كان الخالق. عدينا في دائره الضوء، عدينا في الحقيقه، عدينا في حتى في دون استئذان في بعض المنازل الموجودين في تونس الكبرى. علاش سالتك سي نجيب؟ لانه يظهر لي تستحقوا مجهود كبير وموارد ماليه ضخمه. منين تجيبوا الموارد الماليه وفماش ناس يعاونوا فيكم، اشخاص اغنياء ولا رجال اعمال من تونس ولا من خارج تونس؟ احكي لي كيفاش تتصرفوا معناها تلقاو الحلول الملائمه لمثل هذه الحالات. احنا تو لحد الان بالمعارف، يعني تعرف ناس، واغلب الناس اللي يعطيوا من الزكاه نتاعهم، ثم ناس اللي يعطي تبرعات كذلك، ونأملوا أن يكون يعني كيف تتعرف أكثر فأكثر الجمعية وبرامج كما هكا، الناس اللي هم ممكن ما يعرفش ولا ما عندوش ثقة ولا شكون باش يعطي، ينجم يتوجه كيف يشوف حاجات يعني ملموسة اللي قاعدة تعمل. هذه من جهة. من جهة أخرى احنا عم ناول باش نحكيهم شوية القصة، عم ناول في العيد قبل العيد الكبير. كنا باش نعملوا نتقبلوا صدقات الأضحية كالربع بتاع العلوش، وبدينا نعرفوا بالعمليه. احنا بدينا نعرفوا بالعمليه، وبعد ساعتين وقف لنا السيد الوالي ودخلها بعضها، وانتم تلموا في الفلوس وما غير رخصه، يا ودي مش فلوس، هذه الحم وحوايج قديمه. فاضطرينا وقتها باش نعملوا طلب نتاع اكتتاب عمومي حسب القانون تاع البين نتاع عام 22 المنقح عام 44، باش تنجم تعمل قصاصات وتنجم تبيعهم. فعملنا الطلب هذاك ليله العيد تقريبا ولا نهارين قبل العيد الكبير اللي فات. جاتنا الموافقه. تعرف القانون هذايا دونك لازم تعمل طلب للوزير الاول وهو يطلب راي الماليه والداخليه ومن بعد يعطي. اذا جاتنا الموافقه نهار 2 اوت هذه بعد ما شاء الله مده. الهدف هو كان نحبوا نجمعوا 330 ألف دينار. هذا اذا الجانب الاخر نحكي عليه 330 ألف دينار. الهدف نتاعنا هو كفاله 137 يتيم لمده سنه. واحداث 44 مورد رزق لاشخاص معوزين ما عنده حتى مورد رزق. وثالثا تأهيل عدد من المساكن المتهاوية. اللي شفناهم تو ماهيش مساكن متهاوية، اللي شفناهم تو هذه لازم تتنحى ويتبنى. احنا تو بصدد بناء 5 مساكن، وهبش نقول لك هذه ثالث حاجة. منين جاي المساكن منين جبتوهم؟ تو مثلا 5 مساكن تبارك الله معناها برشا فلوس. دونك كيفاش تجيبوا الفلوس؟ هذه يا سيدي كما قلت بكري جاب حدانا صديق اللي هو من جمعية خيرية في دولة قطر من مؤسسة سخاء. جاء زارنا هنا بعد ما زرناه غادي ووريناه البلاصه اللي قلت لك عليها نتاع الصفحه بكري. الحقيقه لما شاف ايتام كافلتهم الجمعيه وشاف امثله نتاع زوز اكواخ اللي تبدلوا مساكن على البلاصه، قال عندكم عندي 5 مساكن. اعطاه 5 مساكن. اعطاه 5. قال عمل لي ملفات. فعملنا الملفات هذوما اللي كنتوا تشوفوا فيهم الان، وارسلناهم له البارح الصباح 6 تاع الصباح، وفي الصبحيه 10 نتاع الصباح جات الموافقه، وباش نشرعوا ان شاء الله في الحالات هذوما باش نشرعوا في بناء. ونحبوا يكون هذا ان شاء الله بدايه خير وقدوه
لكل من يحب يساهم. يعني ما احناش وحدنا احنا على الساحه. انا باش نوصل معك في السياق ذاته ساعه. شكرا لهالمؤسسه الخيريه القطريه اللي عاونت معوزين من تونس وهذه الوحده العربيه راهو. سي نجيب اعطيني فكره على فروعكم، على العناوين نتاعكم وين فينا ولايات، باش حتى نعرف اللي برشا ناس حاب تعمل الخير، تويسه كان يحبوا يعاونوا حتى بدينار باللي نجموا، وين ينجموا يلقاوكم انتم؟ شوف احنا باش نسهلوا، لانه صعيب باش نعطيك الكل تو، باش نسهلوا اللي يحب يستخبر على الجمعيه يطلب ارقام سهله اللي هي 55 216 216 55 216 216 والا 50 216 216. باهي نفس الرقم على 55 والا على 50. وهذه باش على فكره هذا لانه الحساب البريدي نتاعنا من ان با كونفوندر مع واحد اخر. الحساب البريدي نتاعنا هو 216 216. اي باكا فيها 26 21. لا 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 216 هو رمز تونس. رمز تونس كي تكلموا من برا. صحيح من فضلك معك حبيت نوريك انه سهل التأويل راه يعطيك الصحة. سهل النية كي نحبوا نعملوا نية خايبة نجم نلقاوها. 216 في 26 في 21 اما 216 زي الكود نتاعنا كي يكلمونا من خارج تونس. شكرا نحب نشكرك برشا سي نجيب القروي رئيس جمعية التعاون الخيري، احنا سميناها هكا ولا تحب تصلح لي العنوان؟ جمعية التعاون والتواصل الاجتماعي. جمعية التعاون والتواصل الاجتماعي. اسمها صغير يعطيك التعاون. الصحة، ان شاء الله تلقاو برشا ناس تتجاوب معاكم سورتو ماديا، حاجتنا معنويا لكن ماديا لانقاذ مثل هذه العائلات. والكرامة ما تكمنش كان في منزل ولا في لقمة خبز، حتى في مسكن يعني يليق بالانسان، لانه شفناهم توا اقل ما يقال انه لو كان انسان جاء عنده بعض الحيوانات حتى في دار ممكن ما يحطهمش غازيكا. مؤلم المشاهد هذه، لكن لازم نشوفوها حتى نصلحوا من المجتمع التونسي نتاعنا.